تغييرات بتحصل للمهبل بعد ولادتك. بعد التغييرات اللي بتحصل لجسمك في الحمل هتكملي بشويه تغييرات في المهبل. طبيعي جدا انك تسالي عن وضع جسمك وخصوصا المهبل هيرجع طبيعي بعد الولاده ولا لا، لان في ناس بتقارن دايما تاثير الولاده القيصري والطبيعي على المهبل عشان تقنعك ان القيصري احسن وجوزك ما يزعلش. هم عندهم حق في تفكيرهم الصراحه، لان من الطبيعي ان انسان صغير يعدي من فتحه اصغر هيبقى له تاثير، بس التاثير ده لمعظم الناس التأثير مش بيكون دايم ولا سيء زي ما سمعته. فعايزة تفهمي أكتر خليكي معايا، أنا دكتور أحمد بدر الدين. بالتأكيد ولادة الطفل مش هتبقى هادية زي رحلة نيلية في ليلة صيف جواها حلو والست أم كلثوم بتغني في الخلفية في إيدك كوباية شاي بالنعناع. الحقيقة إن المهبل بيمر بمرحلة شديدة شوية في مرحلة الولادة، ولكن ربنا خلق المهبل قادر على التعامل معاه، وفي خلال من 12 أسبوع لسنة المهبل بيكون رجع استعاد وضعه لما قبل الولادة. مش هيرجع ل 100% بس هيقرب من النسبة دي. هقولك بعد التغييرات اللي بتحصل بعد ولادتك. أول حاجة المهبل بيبقى جاف لفترة ما بعد ولادتك، لأن هرموناتك اللي كانت عالية طول الحمل تنزل وتقل جدا بعد الولادة. الهرمونات دي كانت بتساعد على رطوبة المهبل وزيادة ترطيبه. دلوقتي بعد الولادة بتقعدي فترة بدون الهرمونات دي، ودي الفترة اللي بيكون فيها المهبل جاف، واللي طبعا بتكون سبب أساسي لألم في العلاقة بعد الولادة. الحل بيكون في استخدام ملينات ومرطبات زي جل موضعي. كمان لو كنت بترضعي الوضع ده هيستمر اكتر شويه. اول ما توقفي رضاعه المهبل بيرجع لترطيبه وافرازاته مستمره. تاني تغيير للمهبل بعد الولاده هو وجع والتهابات في منطقه المهبل والعجان. العجان ده اللي هي المنطقه اللي ما بين المهبل وفتحه الشرج، واللي ممكن يحصل فيها جرح اثناء ولادتك الطبيعي. الجرح ده سواء الدكتور قام بقصه او البيبي عمل تمدد جامد جدا في الانسجه بتاعتك وحصل قطع في اثناء الولاده، اللي عاده بتحصل في اهم لحظه خروج البيبي. عشان تعالجي الالم ده هتستخدمي كمادات تلج مباشرة بعد الولادة. ممكن تجيبي جل وتجمديه في الفريزر وتحطيه ما بين جلدك والباد أو الحفاض. ثالث تغيير ممكن يحصل لك هو أثر أو علامة للجرح نتيجة شق العجان أو الجرح اللي حصل أثناء الولادة واللي تمت خياطته. ده ممكن يسيب أثر أو علامة، وتلافيا للعلامة دي بنستخدم خياطة تجميلية بعد ولادتك مباشرة زي بتاعة جرح القيصرية، واللي بيبقى أثرها قليل جدا بعد ما بتخف. رابعا والنقطة اللي أغلبكم بيسألوا عنها، هل المهبل بيوسع بعد الولادة الطبيعية ولا لا؟ في الحقيقة إن المهبل أو فتحة المهبل بتنكمش وترجع لطبيعتها بعد ولادتك، وده لو كان التمدد في حدود المعقول. إنما البيبيهات اللي مصروف عليها ودخلت المشروع القومي للتسمية وهتنزل على الحضانة KG 1 على طول، طبيعي له تأثير شديد على المهبل. أو المهبل مر بولادات طبيعية متعددة، المهبل مش هيرجع لكفاءة 100%، أو مش هيرجع للوضع اللي ما كان قبل الولادة ويبقى فيه شوية اتساع، ولكن ليه علاجات لو تسبب منه شكوى. خامس تغيير لمنطقة المهبل بعد الولادة ممكن يبقى فيه شوية تسريب من مجرى البول. ده ممكن يحصل لك مع الضحك الشديد أو كحة أو مع نطة، فالبول بيبدأ يخرج بشكل غير إرادي. ده بيحصل بسبب إن مع نزول البيبي في شوية ضعف بيحصل لعضلات الحوض، واللي بتأثر على وضع الرحم والمثانة جوه منطقة الحوض بتاعتك، بالتالي بتأثر على وظيفته، فبيسبب خروج بعض قطرات البول مع الكحة أو الضحك الجامد. الأخبار الكويسة إن التسريب ده ممكن ما يستمرش ويتحسن مع الوقت. سادس تغيير لون المهبل من الخارج ممكن يتغير بعد الولادة. في بعض المناطق هتبقى أغمق وممكن يبقى جنبها مناطق أفتح، وده طبيعي جدا بعد ولادتك. متنسيش تعملي شير. أنا خلصت، شكرا ليكي.